الله صباحكم وبارك يومكم. نحتفل غدا بعيد الثورة والشباب الموافق 14 جانفي 2015، وبهذه المناسبة سأقدم لكم بعض المعلومات. أصبح العمل مع الشباب على أساس تخصيصي واحد من الاتجاهات الرئيسية التي بدأت تشق طريقها في غالبية البلدان والمجتمعات، والتي تستهدف صقل الشخصية الشبابية. لا يوجد تعريف واحد للشباب، وهناك صعوبة في إيجاد تحديد واضح لهذا المفهوم، وعدم الاتفاق على تعريف موحد شامل يعود لأسباب عديدة أهمها اختلاف الأهداف المنشودة. الثورة التونسية، والتي تعرف أيضا بثورة الحرية والكرامة أو ثورة 17 ديسمبر أو ثورة 14 جانفي، هي ثورة شعبية اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر 2010 تضامنا مع الشاب محمد البعزيزي الذي قام بإضرار النار في جسده في نفس اليوم تعبيرا عن غضبه على بطالته. وقد توفي البعزيزي يوم الثلاثاء الموافق 4 جانفي 2011 في مستشفى بن عروس أطلق عليه اسمه بعد ذلك، وهو مستشفى محمد البعزيزي، بسبب حروقه البالغة. أدى ذلك إلى اندفاع شرارة المظاهرات في يوم 18 ديسمبر 2010 وخروج الآلاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم. تحيا تونس!